ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. جاي معاكم النهارده اعمل روتين بسيط خفيف، بس ما تبخلوش عليا باللايك قبل ما نبتدي في الفيديو. عشان اعرف اذا كان الفيديو عجبكم ولا لا. اول حاجه دي كان غسيل كنت غسلاه ونشرته وكنت غاسله الستاير كمان. هبتدي انا اطلعها من الغساله، وبعد كده اطلع انشرها. انا كنت عامله حمله نظافه كده قبلها بيوم، بس بصراحه ما صورتش. فقلت اصور معاكم النهارده بما اني ما صورتش حاجه امبارح، فقلت اصور معاكم النهارده الروتين البسيط دوت. ان شاء الله يعجبكم. كده طلعت فوق السطح، نشرت الهدوم زي ما انتم شايفين، ونشرت كمان الستاير. هنزل بقى الف لفه في الشقه عقبال ما اخلص تحت تكون الستاير نشفت. وان شاء الله اعلقها. تمام. بصوا، ده الغدا ده كان بواقي اكل في التلاجة، بما اني هنضف النهارده التلاجة والديب فريزر. فما كانش عندي وقت ان انا اعمل اكل، فطلعت بواقي الاكل في التلاجة. كان في كده ملوخيه بلحمه، كنت عامله جلاش، كنت عامله برضو محشي فلفل الوان. كان طعمه حلو قوي بصراحه. ما صورتش الاكل ده خالص لان انتوا مش مشجعيني في الفيديوهات وما بتعملوش لايكات. فانا ابتديت ان انا اصور مع نفسي. بص، مبدئيا كده اسف على منظر التلاجة، بس هي مش دي كركبه اكياس مش اكتر يعني. هبتدي كنت في السوق وجبت شويه طلبات للبيت. آه، فقلت قبل ما انظم كده التلاجة اديها غسله بالمره. طلعت كده كل الحاجه اللي فيها. دي كان بواقي مكرونه عندي. كل الكيس دي عامله زحمه في التلاجة، بس ان شاء الله هرتبها معاكم واوريكم انا برتب التلاجة ازاي. دي كان بواقي فلفل. وده كان فلفل احمر كنت جايباه عايزه افرزه. ودي كده نعناع كنت حاطاه في التلاجة زياده عندي يعني. وهنا بواقي بتنجان وبواقي كوسه. آه، شويه كده لخبطه على بعض. كل الاكل ده طبعا الخضار ده كله هطلعه واشيله من اكياس وهوريكم هحطه ازاي في علبه. تمام. وده برضو كان فلفل. ان شاء الله بعد ما اخلص كده واقعد على رواقه ابقى افرزه براحتي. ولو عايزيني افرزه معاكم اكتبوا لي في الكومنتات، وانا لو بعد ما اشوف الفيديو دوت بعد ما ينزل اشوف التعليقات بتاعتكم. لو حابين ان انا اعمل لكم الفيديو معاكم هعمله لكم ان شاء الله. مش حابين خلاص. طبعا الأكياس دي كلها كانت عامله زحمه في التلاجة، والمنظر البشع انتوا شفتوه دوت، بس ان شاء الله كلها هتخف. شلت الاكل بالمنظر دوت. ودي كانت ملوخيه عندي، دي طلعتها وطبختها. تمام. ودي علبه الخضار برضو هشوف ايه اللي بايظ فيها وهشيله، وهنضف معاه الخضار وهحطه في العلبه كده منظر التلاجة دي تقريبا انا بغسلها كل شهر مره. تمام. دي فريزر ممكن كل 3 شهور كل 4 شهور عشان مش بتوسخ زي التلاجة. كده نضفت الفريزر. هو تقريبا انا مش بحط فيه حاجات غير الفواكه. بعيد يعني عن الديب فريزر. جبت كده ميه بصابون سايل بشويه من الخل وسبونشة، وابتدي ان انا اغسل بيها التلاجة غسله حلوه. تمام. وبعد كده رحت جايه رصاها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. حطيت كل حاجه في علبتها، الزبده، السمنه، اللبن، الجبن. تمام. الفلفل ده ان شاء الله هفرزه بس بعد ما اخلص خالص. فحطيته عشان خاطر ما يبص مني بره التلاجة. وتحت لميت كل الخضار.
حطيته في العلبه ديت ومحكمه الغلق، وبحطها بيقعد معايا فتره طويله يعني. تمام. وهنا كان ده كريم شانتيه، ان شاء الله هعمل لكم بيه تورتايه كده حلوه كمان يومين، استنوني. والبيض والكاتشب والحاجات بتاعه التلاجة يعني ايه، حطيتها، والصوصات حطيتها تحت. تمام. وادي التلاجة. يعني عندي التلاجة في الصالة، بعد ما غسلتها ونشفتها وفرشتها، اديت مسحة حلوة كده للصالة وسبتها تنشف، وبعد كده ايه فرشتها. كده بقى الديب فريزر برضو هم ما يتلم. هو مكركب برضو، بس يعني مش قوي يعني، انتوا هتشوفوا. هبتدي اخرج الحاجة اللي فيه كده بالشكل ده. ودي كانت نص بطيخة كنت حطاها تسقع وبعدين نسيتها، ما علينا هتترمي في الزبالة. وده كان سمك مكاريلي كنت جايباه. زي ما بقول لكم الديب فريزر ده بغسله كل حوالي 3 شهور او 4 شهور مره. بصوا دي الطبقه اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، دي بتظبط لي الحاجه شويه في الديب فريزر. بصي بقى اكتر حاجه بخزنها عندي الطماطم. تمام. دي ما بقدرش استغنى عنها خالص نهائي يعني. ممكن اجيب بالعدايه وارميها زي ما انتم شايفين كده صحيحه في الفريزر، اغسلها واشيل العنقود بتاعها واطلع منها على قد استخدامي. وساعات لما ببقى رايقه يعني وعندي يعني شويه الوقت فاضي بفرزها، بسبكها وافرزها بالشكل ده كده. وده الطبق التاني. بصوا بقى كان واقع فيه شويه حاجات كده من تحت في القعر، كام طماطمايه معرفتش اوطى اجيبهم بس هجيبهم دلوقتي. وكان في كيس برضو كنت مفرزه فيه جزر اتقطع مني وانا بشيله ووقع شويه زي ما انتم شايفين كده في قعر الفريزر. جبت دلوقتي ميه سخنه وابتدي بقى ان انا ايه احط كده على الجناب عشان تسهل معايا والتلج يسيح بسرعه. مش لسه طبعا استنى لما التلج يسيح، لا. هعمل الكاتل تاني واكب اللي برضو ايه فيه. يعني في ثانيه بيسيح. نفس الخلطة اللي غسلت بيها التلاجة اغسل بيها الديب فريزر. شوية من الخل على الصابون السائل وشوية من المية بسبونشة، ما بستخدمش سلك خالص في ده او في ده عشان ما يتجرحوش. ده زي ما بقول لكم كان كيس جزر اتفك مني وانا بشيله يعني، بس هشيله هرميه خلاص كده. غسلته ونضفته كويس قوي. هبتدي بقى ان انا ارص ايه في الحاجة كده. حطيت اهو الطماطم زي ما كانت، وهنا اللحوم الفراخ، وهنا باقي الخضار المتفرز، وده برضو بقيت خضار متفرز بالشكل ده. ودي الكيس بقى ايه العيش. تمام. وحطيت تحت ازايز الميه كده الفريزر بقى ايه تمام. اخر حاجه بقى كان عندي بشويه شويه مواعين مش كتير يعني. كنت قبل ما اطلع الشغل كنت مظبطه المطبخ وايه وشطاوه سوبر لوكس. بس دي الحاجات اللي طلعت من التلاجة، بواقي الطبق اللي كانت في التلاجة. فايه غسلت الطبقين وانا واقفه بالمره. لو عجبكم الفيديو بقى ما تبخلوش عليا باللايك واستنى تعليقكم على الفيديو، وشوفوا لي عايزين اعمل ايه في الايام اللي جايه واكتبوا لي في الكومنتات.
عايزاكم بس تشجعوني وكتروا في اللايكات. انا مش باخد عليها فلوس ولا حاجه، هي مجرد بس ان هي بترفع معايا الفيديو عشان اكتر عدد من الناس يشوف القناه. فرجاء محبه مني، اللي بيحبني يعمل لي لايك ويسيب لي كومنت حلو زيكم. البوله دي اللي كان فيها بواقي صوص الشوكولاته اللي كنت عاملاه الجاتو اللي بدون دقيق وبدون سكر وبدون بيض بدون فانيليا. هسيب لكم طريقته ان شاء الله تعجبكم قوي. اللي ما جربوش يا ريت يجربوا ويكتب لي ايه في الكومنتات. كان باقي شويه كده في التلاجة، ففضيتهم في برطمان وحطيتهم. لو هعمل حاجه بيه تاني ان شاء الله كمان يومين 3 كده هعمل لكم تورتايه حلوه كده هتعجبكم باذن ربنا. كده خلصت المواعين، ما كانش في مواعين كتير، هي بس دي الحاجات اللي كانت طالعه من بواقي التلاجة. وصبنت الحوض. يبقى كده خلاص اليوم بتاعي خلص. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفه جديده. استنى تعليقكم. اسيبكم في رعايه الله. باي باي.